ده هو سونج، عيل تعبان وضعيف، طاقته ما تكفيش ان هي تشغل حته لمبه صغيره. امه في المستشفى من 4 سنين، جسمها كله بيتاكل وفي غيبوبه ما بتنتهيش. اخته الصغيره مستنياه في البيت، بتحلم ان اخوها يرجع من غير ما يكون مضروب. بس سونج كان ضعيف جدا، كان ملقب باضعف صياد من ابو الباقيين، وهو دلوقتي شغال في نقابه المغامرين. مش بيشارك الا في المهمات الضعيفه، وبيخش معارك وبيتدرب فيها، وبيرجع مصاب بعد كده وبيتعالج، وبعد كده بيعيد نفس الكره تاني، عايش حياته ما بين الشفقه والسخريه، حاله يصعب على الكافر. وفي يوم من الايام كان في مغاره من الرتبه دي. اول لما جه سونج الفريق كله فرح، مش عشان هو الاقوى، لا، بل عشان هو الاضعف. يعني المغاره دي سهله، وان الوحوش ضعيفه، وان هم يخلصوا في ثواني. وكان معاهم جوهي معالجه الفريق من الرتبه الثانيه، وكانت بتحب سونج وبتخاف عليه، وبتحاول تقنعه ان هو ما يجيش هنا تاني. بس هو قال لها ما قداميش حل تاني. وبعد كده القائد سون قال لهم يلا بينا على المغاره، ودخلوا ساعتها. سونج وقف بره اللحظه، ما كانش عاوز يخش، بس بص للسكينه اللي معاه وشجع نفسه ودخل ساعتها. وفي منطقه تانيه رئيس الصيادين قاعد مع المساعد بتاعه وبيتكلم معاه، وبيقول له ان بسبب المغارات الكتيره اللي ظهر مجموعه من البشر بقوه عاليه جدا، وبيتصنفوا من الرتبه الخامسه الى الرتبه الاولى. وكل لما رتبتك تقل كل ما قوتك تزيد، والرتبه بتاعتك ما ينفعش تغيرها ابدا. عمنا سونج كان اضعف صياد في العالم، وكان من الرتبه الخامسه. المعلم سونج وهو بيصطاد فجاه في وحش تاني هجم عليه. حاول سونج بالسكينه بس اتكسرت، والوحش ضربه بالسكينه في بطنه، والدم بدا ينزل في كل مكان. زوهي اول لما شافته صرخت عليه، وفي واحد من الفريق دخل وقتل الوحش ساعتها. وهو بيتعالج زوهي قالت له انت بتعمل في نفسك ليه كده؟ اي وحش هنا ممكن يقتلك، بس برضه بترجع وتخش تاني. حياتك يا ابني مش لعبه في ايديك تضيعها بالشكل دوت. الصيادين خلال المهمه ديت قتلوا زعيم المغاره، وهم لسه هيمشوا فجاه في حد شاف حاجه غريبه، قال لهم تعالوا لما نشوف ايه دوت. بس القائد ما كانش موافق، بس الراجل قدر يقنعه وقال له تعالى ممكن نلاقي اي حاجه نعرف نبيعها. القائد اقتنع وقال لهم تمام، احنا هنصوت. 6 صوتوا ان هم يطلعوا، و6 تانيين صوتوا ان هم يخشوا، والقرار كان واقف عند سونج. سونج كان عاوز يمشي بس فكر، قال ان هو معهوش فلوس، فعشان كده وافق ساعتها. وفي نفس الوقت كان رئيس الصيادين كان واقف وبيقول خطاب للمبتدئين، كان بيقول لهم معلوماتنا عن المغارات قليله جدا ومش دقيقه كفايه، ولو شفت اي حاجه جديده او اي حاجه مش عارفينها بلغ عنها على طول، عشان ممكن تتحول المغاره ديت من الرتبه الخامسه الى الرتبه صفر، وديت من اخطر المغارات اللي موجوده في العالم. وده اللي حصل بالظبط مع سونج واصحابه. اول لما وصلوا لقوا بوابه جديده، وفي واحد منهم قال لهم انتوا خايفين من ايه؟ طالما احنا وصلنا لازم نكمل. وبعد كده الباب اتفتح والمكان كله بقى ازرق، وكان مليان تماثيل وفرسان. لاحظ ان في كتابه موجوده على تمثال تاني، والكلام اللي كان مكتوب كان يخوف. قال اللي هيخش هنا لازم يلتزم بالقواعد، واللي مش هيلتزم مش هيطلع منها حي. بس بعد كده كمل. وبعد فتره البوابه اتقفلت، وجوهي قالت ان في تمثال بيبص علينا. خافوا كلهم، وفي واحد منهم حاول يهرب، بس التمثال راح لعنده وقتله على طول. الناس كلها خافوا. اللي مات دوت كان من الرتبه الثالثه او من الرتبه الرابعه، بس مات بضربه واحده، والتمثال العملاق بس على سونج. فسونج حس بالخطر وقال لهم نزلوا راسكم على طول. وفي لحظه التمثال بعت شعاع ليزر من عينيه، والمكان كله اتحرق، واللي ما نزلش راسه مات على طول. القائد شكر سونج وقال له لو ما زعقتش فينا كلنا كنا هنموت. بس سونج شاف ايد القائد اللي مقطوعه وقال له انا اسف. بس القائد قال له انت بتعتذر من ايه؟ تعالى وساعدني وقف النزيف. وبعد فتره في واحد قال لهم انا سريع وانا ههرب ومش هموت هنا. بس لما بدا يجري ناحيه الباب وفي لحظه اختفى وما بقاش غير رجليه. هنا الناس كلهم بداوا يفقدوا الامل، بس عمنا سونج حاول يلاقي اي حل يخرجهم، وبدا يشوف الكتابات اللي على الجدران، وعرف ان المكان دوت فيه 3 قواعد. اول حاجه حيوا الملك، والثانيه عظموا الملك، والثالثه قدموا تحيه للملك. سونج فكر ازاي يحيي الملك، وقف قدامه وهو مرعوب. لاحظ العينين الحجريه بتبص له، وانحنى بسرعه وقال لهم اعملوا زي بسرعه. قالوا له انت مجنون؟ قال لهم اسمعوني بس. ولما انحنوا التماثيل كلها وقفت على طول، بس فجاه عين التمثال الكبير اتغيرت بابتسامه مرعبه، وقام من على العرش بتاعه. الجميع كانوا مرعوبين، قالوا احنا هنعمل ايه؟ قال لهم انا مش عارف حاجه، بس لازم ننفذ القاعده الثانيه واللي هي عظموا الملك. وواحد منهم قال ما تقلقوش انا هعرف احييه ازاي، وبدا يقول كلام غريب، بس التمثال ما وقفش وداس عليه وقتله. الناس كلها هربت في كل مكان، وناس كتيره ماتت. اختبأ كيم هو وصاحبه تحت تمثال، بس فجاه اتقسم نصين. سونج كان مرعوب، وجيهي كانت معاه ومش عارفين يعملوا اي حاجه خالص. سونج بص للتماثيل وجات له فكره على طول، وقال لهم روحوا وقفوا قدام التماثيل اللي شايله آلات موسيقيه. الناس
الناس سمعوا كلامه على طول وراحوا هناك، وفعلا مفيش حاجه حصلت. بس سونج كان بيجري عشان يوصل للتمثال، وفجاه في وحش عملاق كان بيطارده، وفي الاخر سونج وصل بس رجله كانت اتقطعت، وزوهي حاولت تعالجه بس ما عرفتش. وبعد لما انتهت الوصيه التانيه كان مات 7 منهم وما بقاش غير 6. بس كيم اللي هرب قبل كده قال لسونج انت القائد دلوقتي، انت اللي وصلتنا لحد هنا ولازم تتحمل المسؤوليه. سونج قال لهم هتحملها في الوقت المناسب. وفجاه التمثال رفع ايديه وظهرت حاجه من تحت الارض مكتوب عليها التضحيه، ومعناها ان في واحد منهم لازم يموت. والكل كان باصص ناحيه سونج، وعمنا سونج ما كدبش خبر وقام راح هناك. بس في شعله حمراء ظهرت جنب سونج، عرف ان هما كانوا فاهمين غلط وقال للي معاه تعالوا هنا، بس هما كانوا خايفين. وظهرت 3 شعل لونها احمر، وفي الاخر كلهم اتجمعوا وكان حواليهم 6 شعل لونها احمر، وفي شعلات تانية كتير لونها ازرق. وبعد كده التماثيل كلها قربت والباب اتفتح والكل كان مصدوم، احنا هنموت هنا ولا ايه؟ بس سونج قعد يدور على اي حاجه تطلعه من هنا. وبعد كده لاحظ حاجه وقال لهم ما ترفعوش عينيكم عن التماثيل، ولو بعدت عينيك هتموت على طول. في واحده كانت مرعوبه من شكل الدم اللي على التمثال وسابته وهربت ناحيه الباب، بس التمثال ما عملهاش اي حاجه وخرجت بامان والشعله بتاعتها انطفت. الراجل اللي كان شايل سونج قال له انا عارف اللي انا هعمله دلوقتي غلط بس انا اسف، وطلع يجري. وخرج واحد كمان، وهنا الباب اتقفل شويه والشعلات بدات تنطفي. وهنا عرفنا ان التمثال عاوزهم يسيبوا واحد بس يضحي بنفسه والا كلهم هيموتوا. كيم كان قاعد يعيط وقال انا اسف، انا عارف لو انا خرجت من هنا محدش هيعرف يوقف التماثيل ديت، بس انا عندي عيله. ورمى السيف بتاعه وطلع يجري. التماثيل قربت اكتر وسونج عرف ان هو كده كده ميت. القائد قال لسونج خد زوهي واهرب وانا هضحي بنفسي، هم عاوزين واحد بس وانا لازم اتحمل المسؤوليه. بس سونج قال له خد زوهي انت واهرب، انا رجلي مقطوعه ومش هعرف اطلع بره. زوهي ساعتها غضبت منه، قالت له انا مش هطلع الا لما تكون معايا. بس سونج قال لها اول لما اطلع هعزمك على عشاء، خد البلوره ديت واعزمي نفسك على اي حاجه ولما اطلع هاجيلك على طول. وقبل لما ترد القائد ضربها وخلاها تفقد الوعي. وهو ماشي قال لسونج شكرا على كل حاجه. وبعد ما طلع الباب اتقفل والتماثيل قربت من سونج، كان جسمه كله متكسر. اخد سلاح كيم وحاول يدافع عن نفسه بس ما عرفش يعمل اي حاجه، والتماثيل قطعت دراعه الاتنين وما كانش عارف يتحرك. وقال لنفسه الحمد لله انا هموت لوحدي هنا، انا حاربت كتير وعشت لغايه دلوقتي بس دي النهايه. وقعد يتضرب والدم كان في كل حته. واتذكر كلام كيم قبل ما يهرب وغضب وقال له انت هربت يا جبان، انت اناني، ولو في فرصه تانيه انا مش هسمح لحد ان هو يوديني المكان دوت. وفجاه جات له رساله قالت له انت حصلت على مهاره شجاعه الضعيف، قلبك هيتوقف لمده 10 ثواني، انت موافق تكون لاعب؟ سونج ما كانش فاهم اي حاجه بس اختار نعم واغمى عليه ساعتها. وقام بعد كده في المستشفى وهو مفزوع وبص لايديه المقطوعين ولقاهم موجودين ورجله كانت سليمه، وكان مستغرب هو ده حلم ده ولا ايه. وبعد فتره دخل عليه مفتشين 2 قالوا له انت الناجي السادس من المغاره، قول ايه اللي حصل لك. سونج قال لهم على كل حاجه بس اتعجبوا، قالوا ازاي احنا اول لما وصلنا هناك لقيناك مغمى عليك وما كانش فيه تماثيل، بس لولا ان الناس كلهم قالوا زيك ما كناش هنصدقك. ممكن يكون اللي حصل معاك دوت يكون استيقاظه مزدوجه، يعني رتبتك تترفع، بس قاسوا قوته لقاها زي ما هي وبعد كده مشيوا. سونج كان شايف شاشه قدامه بس محدش كان شايفها غيره، وجات له رساله قالت له مبروك لقد اصبحت لاعب. اخته دخلت عليه وكانت فرحانه ان اخوها رجع سليم، وقال لها انت شايفه حاجه في الاوضه؟ قالت له لا. فهنا اتاكد ان هو الوحيد اللي شاف الشاشه ديت، وبدا يشوف ايه دوت ولقى حاجات اسمها المهمات اليوميه زي ان هو يجري ويعمل ضغط وبطن وحاجات تانية كتير. بس طنش ونام. وبالليل الساعه 12 فجاه لقى نفسه في مكان غريب في صحراء وفي 4 وحوش بيجوا وراه لمده 4 ساعات، وعرف ان النظام مش بيلعب معاه وبقى كل يوم بيعمل المهمات بتاعته وطاقته بدات تزيد. ودي حاجه مش موجوده عند اي حد لان كلنا عارفين ان مفيش حد طاقته بتزيد كل شويه، ودي حاجه موجوده عند سونج بس عمنا سونج كان عنده النظام والدنيا كانت كويسه معاه. وتعالى نروح لزوهي اللي من ساعه لما رجعت من المغاره وهي قاعده مكتئبه وخايفه، بس لما عرفت ان سونج رجع وهو كويس فرحت وجريت على المستشفى تطمن عليه. ولما راحت هناك سمعت ان الممرضات بيقولوا ان المريض ده مش عادي، ده كان مصاب من يومين بس دلوقتي بيروح يلعب رياضه وكويس كمان. ولما عرفت ان هو كويس سابت له الهديه ومشيت. وبعد لما سونج خلص المهمات بتاعته حصل على صندوق عشوائي، وفي اليوم الثالث ظهر مفتاح مغاره من الدرجه الرابعه. سونج كان خايف من المغاره اللي فاتت بس شجع نفسه وراح المكان دوت. واول لما راح الباب اتقفل عليه
وعرف ان عشان يخرج لازم يهزم الزعيم. وبعد شويه لقى 3 عفاريت قتلهم ومستواه بدأ يزيد. وبعد كده طلع له ذئب، بس ما كانش ذئب عادي، ده كان عنده انياب حديديه. السكينه اتكسرت وسونج ما كانش عارف يعمل حاجه، بس في اخر لحظه لقى سيف موجود في المخزن فاخده وقتل الذئب دوت. وبعد كده ظهر قطيع من الذئاب وقعد يقتل فيهم، وكل ما يقتل واحد مستواه بيزيد، وفي الاخر حصل على لقب قاتل الذئاب. وفي اخر المغاره لقى الزعيم هناك، وكان عباره عن تعبان، بس تعبان ضخم. سونج حاول معاه بس جلده كان صلب، ولما لقى كده ساب السيف واستخدم قدرته، وفي الاخر قتل التعبان. وعمنا سونج مستواه اترفع 3 مرات، حس ان هو بقى اقوى. وبعد كده خرج من المغاره لقى مدينه متدمره وفي وحوش خرجت من المغاره والصيادين بيقتلوا فيهم، بس كانوا ضعاف. عمنا سونج اول لما شاف الزعيم اخذ السيف المكسور بتاعه ورماه على الزعيم، وبعد كده الزعيم مات. وهنا يا صديقي احنا هنبدأ نشوف بطل من نوع تاني خالص، هنشوف ملحمة من نوع مختلف. ويلا بينا نكمل الحكاية. وبعد ايام من التدريب عمنا سونج جسمه اتغير وطلع له عضلات، وبعد ما طلع من المستشفى رجع البيت. اخته اول لما شافته اتفاجئت، وبعد شويه صاحب البيت اتصل بيه وقال له فين الايجار بتاع البيت، انت متاخر 10 ايام. سونج قال له حقك عليا هجيبهم لك قريب، بس ما كانش عارف هيجيبهم ازاي. وبعد كده قعد يدور على مهمات عشان يروحها، وفي النهايه لقى واحده فراح هناك. وبعد ما وصل هناك لقى 6 اشخاص من الرتبه دي ومن الرتبه سي، وكانوا عاوزين واحد يشيل الشنط بتاعتهم. ولقى في واحد اسمه جينو من عيله غنيه وكان لابس درع غالي قوي. وبعد كده دخلوا المغاره والدنيا كانت تمام وما كانش فيه وحوش في الاول، ودخلوا لحد الاخر بس ما فيش وحوش. وهنا سونج حس بالوحوش ومكانهم فقال لهم عليها. وبعد كده الوحوش نزلت من فوقهم، بس الفريق كان قوي وقضى عليهم على طول. سونج كان واقف وحاسس بالملل، فلاحظ ان الفريق ما فيهوش اي معالج، حس ان في حاجه غلط فسأل جينو انت اول مره تيجي معاهم؟ جينو قال له ايوه. سونج ساعتها قال له خلي بالك منهم. جينو ما كانش فاهم حاجه بس مشي معاهم ووصلوا لغرفه الزعيم، ولقوا شبكه العنكبوت في كل حته وقعدوا يقطعوا فيها لحد ما وصلوا للزعيم. الزعيم كان نايم وجنبه بلورات سحريه كتيره. الفريق كله فرح وسونج المفروض ياخد نصيب هو كمان. القائد دونسك قال لهم ما تقلقوش كل واحد هياخد، وسأل واحد هي فين ادوات الحفر؟ قال له احنا نسيناهم بره. وشاور على سونج وجينو وقال لهم خليكم هنا واحنا نروح نجيبها ونيجي. بس جينو اعترض وقال لهم انت تطلعوا بره وهتسيبونا لوحدنا هنا. قال له ما تخافش انت لسه اول مره تيجي هنا، احنا هنيجي على طول. وبعد كده مشيوا، والقائد كان بيضحك ضحكه خبيثه وقال الواحد نقفل الكهف عليهم. وعمنا سونج كان فاهم كل حاجه من الاول وكان عارف ان هم عاوزين يضحي بيهم عشان ياخدوا كل حاجه ومفيش حد يشك في اي حاجه. سونج قال لجينو ان اي فريق لازم يكون مكون من 8 اعضاء، دي اقل حاجه عشان يخشوا المغاره، وبعد كده يقتلوا اللي بيخش معاهم وياخدوا الحصص بتاعتهم. وفي الوقت دوت جينو كان خايف وزعيم المغاره صحي والدنيا بايظه خالص. ودي كانت اول مره لسونج ان هو يقاتل زعيم من الرتبه سي، وكان متحمس على الاخر وقال لجينو ارجع انت بس كده وسيب الموضوع ده عليا ويلا بينا نشوف الاكشن على اصوله. وفي نفس الوقت الفريق بتاعنا كان مستني الزعيم يقتل سونج وجينو، وفي واحد منهم قال للقائد احنا ما قتلناهمش ليه بدل ما نضيع وقت على الفاضي. بس القائد قال له انت مش فاهم حاجه، احنا عشان ناخد البلورات لازم أن يكون الوحش نايم، عشان لو قتلناه المغاره هتتقفل ومش هناخد اي حاجه، بس لو الوحش صحي هيقتلهم وبعد كده هيروح ينام واحنا ساعتها هناخد البلورات. شايف الدماغ السم بتفكر ازاي؟ طب تعالى نشوف عمنا سونج بيعمل ايه. سونج كان واقف قدام الوحش ومش همه اي حاجه، وكان عارف ان الوحش اقوى منه بس ما استسلمش. هدف سونج ان هو يكون اقوى واحد في العالم. ازاي وحش من الدرجه سي هيقدر يوقفه؟ وبدا يهاجم على الوحش بسرعه جنونيه، بس الوحش ما كانش سهل برضك، جلده كان صلب ومفيش اي حاجه بتاثر فيه. جينو كان مرعوب، عرف ان سونج بيخفي قوته. قال انا عملت ايه في حياتي عشان يحصل كل دوت؟ سونج كان بيهاجم على الوحش بكل قوته بس الوحش كان عنيد وبدأ سونج يتعب، ولو تناه زي كده هيموت على طول، لازم نشوف حل بسرعة. وبعد كده فعل مهارة الاندفاع وجرى على الوحش بس الوحش كان جلده صلب. سونج خلاص قوته هتخلص. الوحش ساعتها بدأ يهاجم. سونج افتكر ساعتها حاجة وفجأة استخدم الشفاء السريع وجرى على الوحش وبدأ يضرب فيه بكل غباء. شكله هيعملها ولا ايه؟ وفي الاخر
قتل الوحش. يا لها من عظمة، يا له من جنون. جينو كان مبهور، وبعد هزيمة الوحش مستواه اترفع واخد البلورة اللي في الوحش. وساعتها جينو قرب منه وقال له احييك ايها القائد سونج، انا من النهارده هكون الخادم بتاعك. وراح يطلع البلورات وقال له ما تقلقش، انا هطلعهم لك كلهم وهديهم لك. بس سونج ما كانش مهتم بيه وقال له تمام. وبره الفريق بدأ يخش عشان ياخد البلورات، بس اتفاجئوا اول لما دخلوا كان بيحسبوا ان جينو هو اللي قتل الزعيم. والقائد قال بما انك قتلته هديك فرصة تانية، موت سونج وهخليك تكون واحد مننا. جينو ما كانش عارف يعمل ايه، كان حاسس ان هو كده كده هيموت، وقال يلا بينا، ده اخويا واللي هيقرب له انا هقتله. بس القائد قال لهم تمام، انتوا شكلكم عاوزين تموتوا مع بعض. وفجأة جت رسالة سونج من النظام، قال له لو ما قتلتهمش هتموت. وفجأة في واحد هجم عليه وضربه في الجدار اللي وراه. ساعتها سونج قال للنظام انت عاوزني اقتلهم ليه؟ طب تمام كده، انا غبي عشان فكرت الناس كلهم زيي، دي مغارة، القوة هي اللي بتحكم هنا، القوي بياكل الضعيف، انتوا عاوزين تموتوني والنظام عاوز يقتلكم. طب تمام كده، النظام بيستغلني، طب انا كمان هستغله عشان اكون الاقوى وهبدأ بيكم النهارده. وسونج قام ومشي، وفي واحد استهزأ بيه، وفجأة راسه انقطعت وقال ده واحد من الستة. الجميع اتفاجئ وخاف، بس سونج كمل وهجم عليه اتنين، بس اتفادى الهجمة ووصل قدام واحد وضربه ببطنه والتاني معاه. وبعد كده وصل على اللي بعده وخلص عليه، وراح بعد كده للقائد وقال له استعد للموت عشان جالك اهوت. جينو ما كانش مصدق، كان عارف ان سونج اقوى من الاول، بس ازاي؟ ايه القدرة اللي بتخليه بالقوة ديت؟ القائد كان مفكر ان سونج تعب بعد ما قتل الزعيم والخمسة اللي معاه، فقال لازم تكون طاقتك خلصت، استعد للموت. جه على سونج بس عمنا سونج بضربة واحدة وقع على الارض. القائد قعد يتوسل ان هو يسيبه، بس سونج قال له انت حاولت تقتلني 3 مرات، انت مفكر ان انا هسيبك؟ بالطبع لا. وبعد كده قطع راسه، وبعد كده المغارة اتقفلت وخرجوا منها وبلغوا المفتشة ان الزعيم قتل اللي معاهم. وهي كانت متفاجئة ازاي هم خرجوا من غير لما يتصابوا، بس لما شافت الدرع بتاع جينو عرفت ان هو اللي قتل الزعيم. وبعد كده جينو قال لسونج انا مش هقول لحد اي حاجة على اللي حصل النهاردة. وتاني يوم في نقابة الصيادين الرئيس كان قاعد والمساعد بتاعه جاله وقال له في حاجة غريبة حصلت امبارح في مغارة من الرتبة سي، كان في 8 دخلوا بس اضعف 2 هم اللي خرجوا والباقي ما خرجش. الرئيس قال له اكيد هم هربوا، بس المساعد قال له لا، الزعيم مات والمغارة اتقفلت. الرئيس استغرب ازاي طلعوا وشاف صورة سونج وجينو ولاحظ سونج، بس قال ممكن تكون صدفة. بس المساعد قال ان قائد الفريق اللي دخل اسمه دونسك، ولو اخوه عرف الدنيا هتتقلب وشكلنا داخلين على ايام سودة. وبنروح لعمنا سونج وهو قاعد مع اخته، قاعد بياكل وبيشرب الكنز بتاعه، ولقى ان جسمه بينقي اي سموم موجودة ومفيش اي صودا، وشك ان دوت بسبب مهارة شجاعة الضعيف اللي اكتسبها وهي بتشيل اي سموم او امراض موجودة في جسمه. وبعد كده دخل نام، بس اخته جات تنادى عليه وقالت له في واحد اسمه جينو واقف مستني بره. اخده ونزل قاعد على القهوة وقال له انت عاوز ايه؟ جينو قال له انا مش هكدب عليك، ابويا عاوز يعمل نقابة بس عاوز اخويا هو اللي يديرها وهو في الرتبة الاولى، بس انا متأكد ان هو هيستخدمها لاغراض تانية مش كويسة. سونج قال له وانا مالي بالكلام ده كله؟ جينو قال له انا عاوز منك خدمة عشان اكون رئيس النقابة. بس سونج قطعه في الكلام وقال له انت عاوز مني ان انا اساعدك ان احنا نخلص على مغارات من الرتبة سي؟ جينو رد عليه وقال له ايوه، بس سونج قال له لا انا مش موافق، يلا سلام. جينو قال له انا هديك عمارة ثمنها حوالي 3 مليار بعد لما نخلص 20 مغارة، وبعد كده مش هتشوفني تاني. بس سونج حس ان ممكن يلفت الانتباه وقال له عرضك مرفوض. وفي الوقت ده في امريكا كان في واحد اسمه هونج، كان غاضب جدا عشان اخوه دونسك مات في المغارة وكان شاكك ان في حد قتله، فقال للمساعد بتاعه روح وجيب لي صور الاشخاص اللي كانوا معاه. فالمساعد بتاعه جاب له صورة سونج وجينو وقال له هما دمت اللي كانوا معاه. فهونج قال بكل برود ما تموتوش عقبال لما اجيلكم. ونروح لعمنا سونج اللي كان لسه بيعمل التمارين وقاعد بيشوف الادوات بتاعته، وفجأة ظهر له مفتاح لجزيرة الشيطان بتاع الصندوق العشوائي. وسونج فرح ساعتها وراح لامه في المستشفى وقال لها انا لقيت اللي هيشفيكي من المرض اللي عندك، استنيني عقبال لما اجيبه واجي. واتضح ان في الجزيرة ديت في غرض اسمه اكسير الحياة وده بيشفي من اي اصابة. وعمنا سونج اخذ المفتاح ودخل المغارة. المكان كله كان مليان نار، والمغارة ديت شكلها من الرتبة 0 وديت اقوى مغارة موجودة في العالم. دخل سونج وقعد يدور على اي حاجة، وفي ايديه حجر الانتقال الفوري اللي ممكن يستخدمه لو عاوز يهرب. وفجأة ظهر له كلب ب3 رؤوس، وبعد كده سونج طلع سلاحه وبدأ يهجم عليه، بس مفيش حاجة بتحصل. وساعتها استخدم مهارة التعطش للدماء
بس الوحش كان اقوى منه، عشان كده المهارة ما اتفعلتش. بس سونج هاجم وما استسلمش وطعنه بخنجر مسموم، بس السم ما عملش حاجة مع الوحش دوت. وبعد كده الوحش ضرب سونج وعض دراعه واكلها، وسونج كان على الارض وانقاذ حياته وصلت للنص. والوحش تاني هاجم بكل غباء وما ادالهوش فرصة ان هو ياخد نفسه. سونج حس ان هو هيموت، استخدم بسرعة الشفاء على نفسه وعالج دراعه، بس الوحش ما اداهوش اي فرصة. وسونج كان قاعد بيتضرب ومش عارف يتحرك، واستغل الموقف واستخبى بسرعة وحاول يستخدم حجر الانتقال، بس الوحش عرف مكانه وضربه والحجر طار. وشكلها هتكون لها نحس ولا ايه؟ الدنيا معقدة خالص وهو مش عارف يعمل حاجة، وبدأ يجري بكل سرعته واستخبى مرة كمان وحس ان هو هيموت، فقعد يدور على اي حاجة في صندوق الادوات، فطلع زجاجة سم وشربها عشان تقلل الاضرار اللي عنده وفي نفس الوقت ما يتأثرش بالسم. وبدأ الوحش يهاجم، بس الوحش كمان كان تعبان، وساعتها سونج استغل الموقف وكسر عظم الوحش. بس هل انت مفكر ان الوحش هيسكت؟ لا والله، الوحش قام وهاجم على سونج وطاقة سونج خلاص هتخلص، وساعتها قال يا اما هموت يا اما اعيش، وجمع كل قوته وضرب الوحش على راسه بكل جنون، واخيرا الوحش مات. نعم، هذا هو البطل سونج الذي لا يوجد امامه منافس حتى وان كان الاضعف. هكذا عودنا سونج. وبعد لما فاز بالقتال دوت مستواه زاد وطاقته زادت واختفت جميع اصاباته وكأن حاجة ما حصلتش. وحصل كمان على ادوات اسطورية هيستخدمها في المعارك الجاية، وكان ما بينهم طريقة صنع الاكسير، بس عشان يصنعه كان عاوز 3 اغراض تانيين موجودين في برج الشيطان. وسونج كان عاوز يخش، بس كان عارف ان المستوى دوت لو دخل هيموت على طول، وقرر ان هو يجي في يوم تاني بعد ما مستواه يزيد. وفي اليوم اللي بعده خرج سونج من مغارة برج الشيطان وراح لامه في المستشفى وقعد يتكلم معاها. وهنا عرفنا ان مرضها اسمه الجمود الدائم، وهو مرض خطير جدا بيصيب 1 من كل 10,000 شخص، ومحدش انصاب بالمرض دوت قبل كده. وبعد لما شاف ان في امل ان هي ترجع تاني وتخف من المرض دوت، كان عاوز يستغل الوقت دوت عشان يحسن من قوته عشان يرجع لمغارة برج الشيطان. وساعتها اتصل سونج بجينو اللي كان قاعد في المطعم وقال له انا وافقت على عرضك، انا هخش معاك 20 مغارة من الرتبة الثالثة، بس في شرط واحد، احنا الاتنين اللي هنخش بس. فجينو اتصدم وقال له يعني ايه الكلام دوت؟ سونج قال له انت هتجيب 6 معانا عشان يكملوا العدد بس احنا الاتنين اللي هنخش ونحارب جوه. فجينو قال له تمام، بس هاخد شوية وقت عقبال لما اتكلم مع ابويا. وسونج قال له تمام. وفي الوقت دوت كان ابو جينو بدأ ان هو يكون النقابة، وبعت المساعدين بتوعه عشان يروحوا للصيادين من الرتبة 0 عشان ينضموا للنقابة الجديدة. بس ما كانتش بالسهولة ديت لان ما فيش حد من الرتبة 0 وافق في البداية. وبعد كده جينو راح لابوه وقال له على الخطة بتاعته، وابوه وافق ساعتها وقال له جرب خلينا نشوف مهاراتك. سونج ساعتها كان قاعد وما كانش بيعمل حاجة وكان بيعمل التمارين بتاعته. وبعد كده جات له رسالة تقول له ان في مغارة من الرتبة 4 فتحت، فقال كويس اهو الواحد يتسلى. وبعد لما راح المكان اتصدم لما شاف 5 من اللي كانوا معاه في المغارة المزدوجة موجودين، وكان كيم واحد منهم. وكانوا مذهولين ساعتها لما شافوا سونج، كان شكله اتغير جدا وما كانش في حد عارف يتكلم معاه غير زوهي وسون. وبعد كده في 3 مجرمين جوهم من الرتبة الثالثة وكانوا هيخشوا المغارة ديت مع سونج واصحابه عشان يخففوا العقوبة بتاعتهم، بس كان معاهم صياد من الرتبة الثانية وكان اسمه كانج اللي كان شايف نفسه حبتين. وساعتها قال لهم ما تخافوش، لو حد من المجرمين دول فكر ان هو يبص لكم انا هقتله. وبعد كده دخلوا المغارة، ولما دخلوا لقوا مجموعة من العفاريت فخلصوا عليهم بسرعة. وعمنا سونج ما سماش وبدأ يقتل في اي حد. وزوهي كانت مصدومة ساعتها وقالت له انت حصل لك استيقاظ مزدوج ولا ايه؟ فسونج ضحك وقال لها لا. وبعد كده كملوا الطريق بتاعهم ووصلوا ل3 كهوف وانقسموا 3 فرق. ساعتها كينج والمجرمين دخلوا الكهف الايمن، وسونج وزوهي وسون دخلوا الكهف الايسر، اما كيم وصاحبه دخلوا الكهف اللي في النص. وقبل ما يدخل سونج لاحظ ان كانج بيبتسم ابتسامة خبيثة، والدنيا كانت هادية. وكيم كان بيمشي وهو بيتكلم مع صاحبه وكان بيقول له انا مش عارف ابص لسونج من ساعة اللي حصل في المغارة المزدوجة، انا هروح واعتذر له واطلب منه ان هو يسامحني، انا من ساعتها وانا مش عارف اسامح نفسي. فصاحبه قال له وانا كمان. وفي الوقت دوت كانج والمجرمين بيقتلوا العفاريت، بس كانج وقفهم وقال لهم انتوا بتقتلوا العفاريت دلوقتي بكل سهولة، طب لو كانوا بشر هتعملوا ايه؟ المجرمين رد عليه بكل برود وقالوا له احنا مش بيفرق معانا حاجة. كانج ساعتها افتكر كلام شخص كان جاله قبل ما يخش المغارة ديت وقال له ان المجرمين دول
دمت اغتصبوا بنته بطريقه بشعه، والشرطه عرفوا وقبضوا عليهم، بس بنتي ما استحملتش وانتحرت ساعتها. والمجرمين دمت هيخشوا السجن وهيطلعوا بعد 5 سنين، ومش هيموتوا عشان هم صيادين ورتبهم عاليه، بس بنتي مش هترجع تاني. عشان كده انا جاي لك وعاوزك تنتقم ليا، وهديك كل فلوسي، بس مش عاوز اي حد يرجع حي. وبنرجع للمغاره وكانج اللي كان بيبص للمجرمين وقال لهم بسبب تمرد المجرمين قدامي انا قررت ادافع عن نفسي وعن المغرمين. ده التقرير اللي هكتبه في النقابه. وفي نفس الوقت كان كيم وصاحبه وصلوا لنهايه الكهف بتاعهم، والكهف الاوسط والايمن كانوا متصلين ببعض. ولما وصلوا لقوه بيقتل في المجرمين قدامهم، فكيم صرخ فيه وقال له انت بتعمل ايه؟ فكانج قال له انا بقتلهم، عندك مانع ولا ايه؟ وفي الوقت دوت سونج واللي معاه كانوا قربوا من زعيم المغاره، وفجاه سمعوا صوت من الكهف اللي جنبهم، فسونج جري بسرعه. ولما وصل هناك شاف كيم مصاب وهو بينزف، فقال لزوهي عالجيه بسرعه. ولما فاق كيم قال لها وفري طاقتك، انا خلاص بموت، بس قبل ما اموت انا مبسوط ان انا شفتك يا سونج، انا عاوزك تسامحني وانا عارف ان انت عمرك ما هتسامحني، بس انا اسف. سونج ساعتها كان غضبان قوي وقال له انت هتموت ازاي؟ انت مش عارف انا بكرهك قد ايه، قوم. بس للاسف كيم مات، وكلهم كانوا زعلانين بس ما كانوش عارفين مين اللي قتله. وفجاه كانج هاجم على زوهي بسرعه كبيره وكان خلاص هيموتها، بس سونج مسك ايديه وقال له انت بتعمل ايه؟ كانج قال له انا عاوز المعالجه تموت الاول، بس انت شكلك عاوز تموت، خلاص هبدا بيك الاول. سون ساعتها قال لسونج ارجع انت، انا اللي هواجهه. بس سونج قال له كانج من الرتبه الثانيه، انت هتعمل ايه ضده؟ انت مش هتعرف تقف قدامه دقيقه واحده. بس سون قال له ما قداميش حل تاني، وقال لزوهي زوديني بالطاقه بتاعتك. فزوهي بدات تساعده وبداوا الاثنين بالقتال. كانج كان سريع جدا، بس سون مع قوه زوهي عرف يواكب السرعه ديت بس في البدايه بس، وما بقاش قادر يتحرك وكان على وشك ان هو يخسر. بس في اخر لحظه سون استخدم كل قوته وحرق بيها كل حاجه قدامه وحس ان هو فاز. بس كانج ضحك وقال له انا بحييك على الشجاعه بتاعتك ديت، انت كنت بتتظاهر ان انت محارب سيف عشان انا اخفض الدفاع بتاعي وانت بعد كده تحرقني، دي خطوه كويسه تعرف تعملها مع حد غيري، بس هي مش هتنفع معايا. وبعد كده هجم عليه وزوهي غمضت عينيها ساعتها، كانت حاسه ان سون هيموت بس سون كان لسه عايش. كانج اتصدم مره تانية وقال له انت مين؟ انت ازاي عرفت تصد هجمتين مني؟ بس سونج قال انا مغامر من درجه ال5 بس شكلي هعلم عليك النهارده. كانج غضب ساعتها وقال له درجه 5 ايه؟ انت عرفت تصد هجمتين مني، وده معناه ان قوتك الجسديه عندك عاليه جدا وبتتحرك بسرعه كبيره. ده يعني حاجتين اتنين، يا اما انت خفيت قوتك يا اما انت اتعرضت لايقاظ مزدوج. الجميع ساعتها اتصدموا وسون ما بقاش مصدق عينيه. كانج كمل كلامه وقال شكلكم عارفين بعض، يعني انت ما خفتش قوتك، اكيد انت تعرضت لايقاظ مزدوج. بس ساعتها كانج قال له حتى لو تعرضت لايقاظ مزدوج انا هقتلك النهارده. سونج ساعتها غضب وقال له انت قتلتهم ليه؟ كانج رد عليه قال له عشان العميل طلب كده، المجرمين دمت اغتصبوا بنته. بس سونج قال له انا مش قصدي على المجرمين دمت، انا قصدي على كيم واللي معاه. ليه انت عذبتهم الاول قبل ما تقتلهم؟ لو كان كلامك صح كنت قتلتهم على طول، بس انت قصدت ان انت تعذبهم. فكانج افتكر العميل اللي كان معاه وقال له انت مش شايف شخص موهوب زيي من الرتبه الثانيه؟ ايه اللي يخليه في منظمه حقيره زي ديت واخد الراتب الصغير دوت؟ الراجل ساعتها قال له ليه؟ فكانج قال له عشان انا بستمتع بقتل البشر. كانج رد على سونج وقال له انا قتلتهم عشان انا بحب اقتل البشر ومفيش مكان اعرف اقتلهم فيه احسن من المكان دوت، عشان كده انت هتموت النهارده. وبدات المعركه يا صديقي، كانج قصاد عمنا سونج، الرتبه الثانيه قصاد الرتبه ال5. برايك مين اللي هينتصر؟ ويلا بينا نشوف. كانج هجم على سونج بسرعه عاليه جدا بس سونج اتصدى ليه، والاثنين فعلوا كل طاقتهم وسرعتهم كانت عاليه على الاخر. وسون وزوهي اللي كانوا شايفينهم ما كانوش عارفين هو سونج بقى قوي كده ازاي. وكانج قال لسونج انت موهوب بس لسه ما تعودتش على قوتك، مش هتعرف تجاريني بالخبره بتاعتك. وهجم على سونج وسونج وقع على الارض، واستغل كانج ان هو على الارض وصابه في وشه وقال له في المره الجايه هموتك. وظهرت حاله قتل عنيفه النظام اتعرف عليها وبعت رساله لسونج قال له لو ما قتلتهوش قلبك هيقف وانت هتموت. بس سونج على عكس المره اللي فاتت كان سعيد من النظام وقال له حتى لو ما قلتش انا كنت هقتله. وجمع كل قوته وظهرت هاله مرعبه جدا وهجم على كانج بسرعه جنونيه ونجح ان هو يصيبه في وشه والسم اشتغل يا معلم. بس كانج ما فهمش حاجه وسونج تاني هاجم في كل مكان، وكانج كان مصدوم وبدا يواكب سرعه سونج بصعوبه. وسونج هو خلاص
خلاص هينهيه فجأة اختفى كانج وفعل مهارة حركة الظل واختفى وكأنه مش موجود. سونج ما كانش عارف يحدد مكانه وبدأ يركز على حواسه، بس كانج كان سريع جدا وصابه في رجله عشان ما يتحركش تاني. وقال لسونج انت عارف ليه محدش يعرف المهارة ديت؟ عشان اي حد بيشوفها بيموت على طول، استعد للموت. بس تفتكروا هو ده هيمشي مع سونج؟ بالطبع لا. وزوهي راحت عند سونج بس كانج قال لها خليكي مكانك والا هقتلك الاول. بس سونج قال لكانج انت مفكر ان انت كده ختمت سرعتي؟ طب تمام كده ويلا بينا. وفجأة استخدم الشفاء السريع وشاف رجله وكانج ما كانش مصدق عينيه، ازاي عنده القدرة ديت؟ ازاي عنده سحر السم والشفاء في نفس الوقت؟ وسونج وقف وهالته كانت مرعبة وتحولت عينيه للون الازرق وقال لكانج انتهى الوقت. كانج اترعب وهاجم بحركة الظل بس سونج قال له بما اني قلت لك ان انا هقتلك يعني انا فهمت الحركة بتاعتك، وبدأ يحدد مكانه من خلال نية القتل واستخدم مهارة تعطش الدماء وتحول المكان كله بنية قتل عنيفة. وكانج شاف عيون مرعبة بتبصله وسونج قرب منه وقتله ودخل السم في جسمه بالكامل. وفي اللحظة الأخيرة قال لسونج أنا مش فاهم حاجة، إحنا قسنا قوتك ساعة لما خرجت من المغارة المزدوجة وما كانش عندك طاقة خالص، إزاي كده؟ بس سونج رد عليه وقال له لو قلت لك إن طاقتي بتزيد بعد كل قتال هتصدقني؟ كانج ما لقاش حاجة يقولها له وبعد كده مات. زوهي وسون ما كانوش مستوعبين لحد دلوقتي إيه اللي حصل، بس شكروا سونج إن هو أنقذهم للمرة التانية. وبعد كده سونج قال لهم أنا هروح أخلص على الزعيم استنوني بره شوية، ومشي وقوته زادت بعد هزيمة كانج وعينيه بقت مرعبة وراح للزعيم وخلص عليه في ثواني. وبعد كده خرج ورئيس المراقبة عرف باللي حصل وإن كانج اتقتل بس سألهم مين اللي قتله، وساعتها سونج فكر إن خلاص إن هو هيتكشف والكل هيعرف قوته. بس سون قال أنا اللي قتلته بمساعدة زوهي، قدرت إن أنا أقتله. بس الرئيس ما كانش مصدق، كان عارف قوة كانج كويس بس لاحظ إن سونج قوته اتغيرت وحس بحاجة غريبة. وسونج كمان حس بقوة الرئيس وعرف إن قوته الحالية مش هيعرف إن هو يلمسه. وبعد كده الرئيس مشي وسونج شكر سون عشان هو خفى هويته، والعميل اللي أجر كانج اعترف بكل عمايله والجرائم اللي كانج عملها اتكشفت والقضية اتحلت. وبعد الكلام دوت زوهي جت لسونج وادته البلوره اللي كان مديها لها قبل كده وقالت له انت كنت مديها لي عشان اشتري لنفسي عشاء، بس انا قررت اعتزل مهنة الصيد وهودعك النهارده، بس لو جيت لمدينتي في يوم من الايام ابقى عدى عليا واعزمني. وسونج عرف ان كل واحد ليه طريق مختلف وقال لها تمام خلي بالك من نفسك ومشي. والمحقق اتكلم مع سونج وحذره من هونج وقال له ان هو اخو دونسك اللي قرر ان هو يجي البلد عشان يحقق في موت اخوه. وسونج فهم خطورة الموقف وقال في سبب كمان عشان اكون اقوى، حياتي على المحك. وفي اليوم اللي بعده راح هو وزينو والفريق اللي معاه عشان يخلصوا على المغارات من الرتبة الثالثة، والدنيا كانت سهلة خالص وجابوا معاهم 6 صيادين ضعاف وكانوا قاعدين يحرسوا المكان عقبال لما سونج وزينو يخلصوا وبعد كده يروحوا على واحدة تانية. وعمنا سونج كان بيقتل الوحوش ومع الوقت مستواه زاد بشكل جنوني، واخيرا وصل سونج للمستوى 40. وفي الوقت دوت ظهر له رسالة من النظام قالت له انت وصلت للمستوى المطلوب يمكنك اختيار الوظيفة. بس سونج ما كانش فاهم حاجة بس عارف ان دي حاجة مهمة وقرر ان هو يسيبها دلوقتي. وفي نقابة النمر الابيض كان الرئيس التنفيذي قاعد بيشوف بعض الورق بتاع الصيادين وشاف ان شركة يوزن حاجزة جميع المغارات من الرتبة الثالثة وكل مغارة دافعين 150 مليون دولار. ولو انت قاعد دلوقتي هتقوم وهتقول ازاي هما بيجيبوا الفلوس دي كلها؟ بس يلا احنا غلابة وعلى قد حالنا ويلا بينا نكمل. والرئيس بص لاعضاء الفريق ولقى اسم سونج وقال مين دوت؟ انا شفته قبل كده في صفحة الحوادث، هو لسه عايش ازاي؟ بس لازم يكون حصل له ايقاظ مزدوج ساعتها. واخد المساعد بتاعه بسرعة وقال له انا اكتشفت حاجة هتهز بالك كلها. وفي الوقت دوت عمنا سونج كان في المغارة والفريق بتاعه كان قاعد بره بياكل وبيشرب عصير محسسيني ان هم في فسحة مش في مغارة. والرئيس اول لما وصل المكان دوت وشافهم قاعدين قال ايه الحلاوة ديت؟ بس في بنت قالت له مش مسموح لحد ان هو يقف هنا لحد لما المغارة تتقفل. قال لها هو انت واحدة من الصيادين اللي جايين هنا؟ قالت له طبعا. وهنا اتأكد ان سونج حصل على ايقاظ مزدوج بس مش اي رتبة، ده بيخلص على المغارة من الرتبة الثالثة لوحده. وقال انا عرفت خبر مهم قوي. والمعلم سونج خرج وقال لجينو لو في مغارة بكرة اجلها، وكان جينو دفع ثمن المغارات ديت بس حاول يلغيها. وسونج رجع البيت بس الرئيس قال له تعالى نقعد نتعشى. سونج قال له انت عاوز ايه؟ بس الرئيس قال له انا الرئيس التنفيذي لنقابة النمر الابيض، النقابة بتاعتنا
بتدور على اعضاء موهوبين زيك، وانا عاوزك تنضم معانا، وايا كان عرضك مع جينو انا هديك الضعف. وكان فرحان وكان مفكر ان جينو ضحك على سونج، بس سونج فاجئه وقال له كده انا عاوز 60 مليار، ده هيكون ضعف المبلغ اللي دفعه جينو. بس الرئيس اتصدم وقال له انا مش هعرف اجمع لك المبلغ دوت حتى لو بعت النقابه. وساعتها سونج قال له تمام كده كلامنا خلص وبدا يمشي، بس وقف جنب الرئيس وقال له انت عرفت عني ازاي؟ اسحن تكون دورت ورايا. وبدا يطلق الهاله بتاعته واستخدم مهاره التخفي وجرحه في وشه، والمدير خاف وارتعب وقال له انا هقول لك على كل حاجه. انا لما بحثت في الاحداث الاخيره لقيت في شخص مشترك ما بينها كلها وهو انت، ولما حطيت النقط على الحروف عرفت ان انت حصل لك ايقاظ مزدوج. سونج قال له هو في حد عارف الكلام دوت تاني؟ فالرئيس قال له لا، انا والمساعد بتاعي بس اللي عارفين، وانا هقسم لك دلوقتي ان مفيش حد هيعرف اي حاجه. سونج قال له تمام، بس لو حد عرف هعرف ان انت السبب. والرئيس كان مرعوب وقال له ما تخافش سرك في بير. سونج ساعتها قال له تمام، وبعد كده قعد قدامه وقال له انا اسف لو كنت خوفتك، بس المساله ديت مهمه ومش عاوز حد يعرف عنها حاجه. وبعد كده الرئيس ساله لو في مغارات بكره فاضيه، فسونج اداله كل المغارات بتاعه بكره بنص الثمن، والرئيس كان فرحان. وبعد كده سونج رن على جينو وقال له انا بعت المغارات بتاعه بكره 600 مليون دولار. ساعتها جينو قال له مين الاحمق اللي اشترى الحاجه ديت؟ فسونج قال له ده سر المهنه. وتاني يوم الصبح الرئيس اكتشف ان مفيش حد اشترى المغارات ديت اصلا، وعرف ان سونج ضحك عليه. وفي رساله جات له مكتوب فيها انت بحثت عني بدون اذني وانا اخدت حقي وبالتوفيق. المدير عرف ان هو خسر المره ديت بشكل كامل، بس كان مبسوط عشان معاه رقم سونج وممكن يقنعه ان هو ينضم ليهم المره الجايه. والمساعد بتاعه قال له هو اللي في بالي دوت صح؟ فالرئيس قال له ايوه، احنا وجدنا خبر كبير. وفي الوقت دوت عمنا سونج كان رايح مكان بعيد قوي عن المدينه عشان يشوف المهمه الجديده اللي في النظام، ووصل بالفعل لغابه مجهوره وفعل مهمته، وظهرت طاقه مرعبه قدامه واتفتحت بوابه غريبه. بس اول لما جه يخش افتكر ان هو نسي المهمات بتاعته، بس قال لما ارجع هعملها. وبعد كده دخل البوابه، واول لما دخل شاف قدامه ممر مليان نار، وكان باين ان هو مدخل قصر. وظهرت تعليمات للمكان وقالت له انه ممنوع ان هو يستخدم اي وسيله للشفاء، ولازما يكمل المهمه لحد الاخر، وما ينفعش ان هو يمشي ويطلع بره، وما ينفعش ان هو يستعين بادوات خارجيه. بس هو ما كانش همه اي حاجه وبدا يدور في المكان. وفجاه ظهر فارس بدرع حديدي قدامه وهجم عليه، بس عمنا سونج طلع السلاح بتاعه بسرعه وهجم عليه، بس الفارس ما حصلوش حاجه ومفيش اي حاجه بتاثر فيه. بس سونج هجم عليه بكل قوته بس مفيش اي نتيجه خالص. وسونج قال تمام، شكلك كده عاوز تتضرب، وخزن السلاح بتاعه ومسك الفارس من راسه وضربه بايديه لحد ما كسرها، وقال له لو كنت قوي احنا اقوى منك. وبعد كده ظهر فرسان تانيين وهاجموا سونج، وسونج ساعتها قال انا قتلت واحد يعني اقدر اقتلكم كلكم. وبعد كده هاجم بكل غباء وخلص عليهم كلهم ومفيش حد قدر يوقفه. بس في فرسان تانيين ظهروا وصحراء كمان، بس سونج جمع كل مهاراته اللي اكتسبها وبدات الملحمه. دخل على الاول وبعد كده التاني ومفيش حد عارف يوقفه، وفي الاخر خلص عليهم كلهم. بس كان تعبان برضه واستفاد منهم باسلحه ومهارات تانيه، واهمهم الدرع الخفي، خفيف وصلب وقوي ومش هيتعبوا في القتال. وحصل كمان على بعض الادوات والدنيا كانت حلوه على الاخر. وبعد كده تناه يمشي لحد ما لقى بوابه عملاقه، وشكل دوت الاختبار الحقيقي. واول لما فتح البوابه ظهرت هاله مرعبه وضربت وشه، بس شجع نفسه ودخل. وبعد كده الباب اتقفل عليه، واول لما دخل لقى مكان واسع جدا ونضيف على الاخر، وشكلها دي اوضه الملك وفي كرسي للملك. تحت الكرسي وقف شخص بدرع احمر اسطوري، وكان هو قائد الفرسان إغريس، وهالته كانت قوية جدا. وأول لما شافه سونج الرعب بدأ يخش قلبه، وحس إن هو أول مرة يشوف حد بالقوة ديت. وإغريس جهز سيفه ووجهه ناحية سونج. وهنا يا رجالة جهزوا نفسكم وركزوا في الملحمة اللي جاية. سونج أمام إغريس، مين اللي هينتصر؟ كله يستعد ويلا بينا. وفي اللحظة اللي هاجم إغريس بضربة واحدة دمرت كل المكان. يا إلهي ما هذا، ربنا يكون في عونك يا سونج. وفي الثانية اللي بعدها إغريس كان وراه بسرعة وقوة مش طبيعية. سونج ما كانش عارف يعمل حاجة، بس حاول يجمع شجاعته ويهاجم. بس تفتكروا ده هيعمل حاجة مع عمنا إغريس؟ لا والله، إغريس كان مستعد على الآخر لدرجة ان هو سوي ضربه بالخنجر وقال له ده اخرك، انا هوريك بتتعمل ازاي. ومسك سيفه ووجهه ناحية سونج وضربه ضربة زلزلت المكان. سونج كان عمال يكافح ولقى ان الخنجر مش عامل حاجة، فدخله المخزن وقال له انا هجرب بدراعي. وبص ناحية إغريس وقال له استعد انا جاي لك اهوت. إغريس شاف ان هو واثق من نفسه فقال له تعالى لما العب معاك.
ورمى سيفه وقال له جيب اخرك. بس في لحظه اغريس كان قدامه واداله واحده في راسه رماها على الارض، وبعد كده التانيه في التالته. وعمنا سونج كان بيتهان حرفيا، وفي اخر لكمه الجدار اتكسر وسونج هرب على طول، ولولا الدرع اللي كان لابسه كان الله يرحمه ونقاط حياته قلت 500 نقطه. بس سونج قال له لو قوتي مش جايبه نتيجه انا هوريك سرعتي، وجمع كل قوته في رجليه وانطلق زي الصاروخ وضرب اغريس. اغريس رجع لاول مره وبعد كده التانيه، طب واحده كمان وواحده برجليه. وعمنا سونج قال له لازم اعلمك الادب على اللي حصل، ونزل عليه بكل غباء. والاخيره كانت في راسه وحس ان هو فاز. بس تفتكروا؟ لا والله، انه اغريس حامي عرش الملك. وقام وقال له هي بقت كده؟ طب تمام، هعلمك ازاي تلعب ملاكمه. الاولى بتتعمل كده والتانيه بتتعمل كده. وعمنا سونج كان عباره عن كيس ملاكمه حرفيا. اغريس كان مسيطر على الاخر وخلى سونج حته عجينه من كتر الضرب، ورماه ناحيه الكرسي. وسونج وقع على الكرسي ومبقاش قادر يتحرك وطاقته خلاص بتخلص وقعد ياخد نفسه. اغريس كان لسه بكامل قوته واستدعى سيفه عشان يخلص عليه وياخد راسه عقابا ليه، وجمع كل قوته وضرب. بس فجأة سونج مسك السيف بإيده وقال له أنا لسه ما استسلمتش، وصرخ عليه بكل قوته ورمى السيف بتاعه، واستدعى الخنجر من المخزن واداله واحده في عينيه ومع الجدار وما ادالهوش اي فرصه، وجمع كل قوته واداله واحده في رقبته. اغريس كان لسه هيهاجم بس سونج هجم عليه وما ادالهوش فرصه تاني. اغريس ما كانش عارف يتحرك وسونج قال له انت اللي عملت في نفسك كده واداله القضيه ممكن. واخيرا سونج كسب، بس كسب بالحظ. وهنا سونج طبق مقوله مفيش خناقه فيها اخلاق. اغريس كان اقوى واسرع بس استهان بسونج وما اخدهوش كمنافس ليه، وفي الاخر مات. وهكذا هي الحرب، مش هتكسب الا لو كان عندك قوه وذكاء. وفي الاخر ظهرت فوائد القتال، واكيد مستواه زاد بشكل كبير وحصل على ادوات تانية جباره. خوذة اغريس من الرتبه 0 اللي بتقلل الضرر بنسبه 20%، وكمان مهاره يد الحاكم اللي هتكون عامل مساعد لسونج بعد كده، وحجر العوده اللي ممكن يطلعه بره في اي وقت. بس سونج ما كانش عارف المهارات دي كويس، وقال لما ارجع نبقى نشوف الدنيا عامله ازاي. حاول يبحث عن الوظيفة اللي النظام قال له عليها، وفجأة ظهرت صور مرعبة وفيها بوابات انفتحت في كل مكان وفي فرسان بيطلعوا من كل مكان. سونج اتحسب ساعتها وظهر عداد فوقيه، وظهرت رسالة بتقول له ان الوظيفة هتتحسب بناء على فترة بقائه، يعني كل لما يقتل ناس ويعيش بفترة اطول كل ما تكون الوظيفة احسن. وبعد كده سونج هاجم على الفرسان عشان يقتلهم، بس طاقته كانت قليله جدا والفرسان كتار بشكل كبير قوي، وحاول يستخدم مهاره التخفي عشان يضيع الوقت، بس هم عرفوا مكانه. وفجاه جه واحد من وراه وضرب سونج ساعتها غضب على الاخر وقطع راسه. والوقت اللي كان عدى 5 دقايق بس، والفرسان عماله تكتر وبقوا في كل مكان، ولو ما هربش هيموت. وساعتها طلع حجر الانتقال عشان يهرب ولسه هيستخدمه، بس في واحد ضربه والحجر طار. ايوه ده احسن مثال عن النحس، كل ما يجي يطلعه الحجر يطير منه. طب خلاص محدش يديله حاجه. والفرسان ساعتها ما سموش عليه وهجموا عليه من كل حته، حس ان هو نهايته قربت. والفرسان اتجمعوا عليه وضربوه بكل غباء، وصاحبنا قال ايه اللي جابني هنا، انا عاوز اروح. وعرف ان هو لازم يقتل كل الفرسان عشان يعيش، وجمع كل قوته ونزل عليهم ضرب بطحن وما بقاش يسمع على حد. بس عددهم كان كبير جدا ومش بتنتهي، وبدأ ينضرب هو كمان وايديه اتكسرت والجلد بدأ يتشال، بس هو لسه بيكافح لحد النهاية. بس خلاص جسمه مبقاش قادر وبدأ يهلوس، والجميع كانوا بيطلبوا منه ان هو يستسلم، بس قال لا وبدأ يقاتل. وهنا نقف شوية عشان ناخد العبرة من الموقف دوت. وهنا بيظهر الفرق اللي الناس كلها مش اخده بالها منه، ان كل واحد بيقاتل في الدنيا ديت، بس في واحد يموت وما يستسلمش زي عمنا سونج اللي بيلاقي نسخة من شكله القديم وبدأ يكلمه ويقول له انت عامل ايه يا سونج؟ على الرغم من ان قوتك زادت وشكلك اتغير، بس انت لسه بتواجه الموت. مهما اتغيرت هتكون سونج الضعيف اللي مش بيعرف يعمل حاجة، وهتنيك اضعف صياد في العالم. استسلم وودع الحياه. سونج اللي سمع الكلام دوت اتاكد ان هو ماشي صح، وتذكر الكلام اللي بيقول مهما حاولوا ان هم يستصغروك ما تستسلمش عشان هم خايفين منك، وبدا يهاجم بكل جنون. بس في واحد جه من وراه وضربه في راسه، وواحد تاني ضربه. وهنا سونج حس ان دي النهايه وقال شكلها دي النهايه، بس انا انتهيت وانا بحارب وما استسلمتش ابدا. بس تفتكر ان الحكايه خلصت؟ لا، وظهرت رساله من النظام بتقول له بما انك
ما عملتش مهمتك هتتنقل لمنطقه العقاب. والفارس كان خلاص هيموته، بس سونج اتنقل وقال وهو مبسوط ايه العقاب الحلو دوت. والحظ كان معاه ساعتها، وبدا سونج ياخد ادويه وجرعات شفاء، وظهر له الوحوش اللي كانت بتطارده قبل كده. بس سونج القديم مات والجديد جه اهوت، وبدا هو اللي يجري وراهم ويقتلهم، ومستواه بدا يزيد. والدنيا كانت هاديه وما بقاش غير 10 دقايق، ففتح المخزن واشترى سلاح اسمه قتل الفرسان. وبعد كده ربط دراعه، استخدم الحجر اللي كان اخده من اغرس، يد الحاكم اللي بتديله القدره على التحكم في اي شيء بس ما يكونش كبير. الوقت انتهى ورجع تاني، ولما رجع بدا يضرب فيهم بكل غباء. والسلاح الجديد كان شغال معاه الله ينور، بس كل لما يقاتل شويه يظهر ناس تانيين ومستواه مش بيزيد. عرف ان في حاجه غلط وركز الحواس بتاعته، وعرف ان في ساحر شكله غريب جنب البوابه. طلع عليه هناك وضربه بسيفه، وبعد كده قضى عليه وبدا يقتل في كل الفرسان. وهنا بدا يدور على السحرة اللي بيتحكموا في البوابه وبيبعتوا له فرسان، وطلع عليهم وما رحمهمش. وهنا بدأت العظمة يا صديقي. جبال من الجثث بيقف عليها بطلنا سونج. بذمتك شفت واحد زيه قبل كده؟ وشاف 3 سحرة باقيين وبدأوا يشكلوا فارس عملاق. بس هو ده هيفرق مع عمنا سونج؟ لا. وساعتها طلع على النجفة ورماها عليهم ووصل للسحرة وقتلهم على طول. بس كان الفارس لسه عايش وجمع كل قوته ونزل عليه ضرب لحد ما خلص عليه، واخيرا فاز بعد طول انتظار. سونج هو تعب وانا تعبت برضك من كتر الحماس، وكمل المهمة بتاعته في 4 ساعات ونص. وكانت الفوائد اللي حصل عليها كانت كبيرة جدا، وبدأ النظام يبعت له الوظيفة بتاعته، الوظيفة اللي سونج طلع عينيه فيها، وكمان كان هيموت أكتر من مرة بسببها. ولازم تكون حاجة فوق العظمة بشوية. وظهرت رسالة بتقول له إن أنت هتكون مستحضر أرواح. سونج ساعتها قال إيه الهبل دوت؟ أنا طورت قدرتي الجسدية من أول لما بدأت، ودلوقتي جاي تقول لي إن أنا هبقى ساحر؟ أنا ما طورتش ذكائي خالص، أنا مش عاوزها. بس النظام قال له إن الوظيفة ديت هتكون كنز بالنسبة ليه، أنت هترفضها بالسهولة ديت؟ فسونج قال يعني إيه كنز؟ أنا مش فاهم حاجة. ومشي وقعد يفكر، ولقى جثة ساحر وافتكر القدرة اللي كانت عنده، بس ما كانش عنده قدرات جسدية خالص. وقال لو قبلت المهمة ديت هيكون عندي طاقة سحرية، وانا كمان عندي قدرات جسدية. تمام، انا هقبل الوظيفة ونشوف ايه اللي هيحصل. وبعد كده قبل الوظيفة، وبعدها اتجمعت طاقة سودا كبيرة وملت المكان. سونج كان واقف ومش فاهم حاجة، بس حس ان طاقته زادت، وده كان عبارة عن اندماج. واخيرا الاندماج اكتمل وسونج بقى مستحضر ارواح. وعشان هو قتل كل الاعداء فترقى وبقى ملك الظلال، والدنيا اخر جمدان يا معلم. وبدأ يحس بأرواح الفرسان الموجودة في المكان، وجات له رسالة بتقول له يمكنك استخراج الظلال. وسونج قال مفيش مشكلة، يلا نجرب. وحاول واختار كلمة قيام، والكلمة اتكتبت في النظام وهو واقف قدام جميع الفرسان. وهنا اتكون جيش الظلال، الجيش اللي هيغير من نظام القوة في العالم دوت، الجيش اللي هيبدأ يحارب مع ملك الظلال في المعارك الجاية. والوظيفة ديت متقسمة جزئين، جزء ان هو بيستخرج الظل اللي متبقي، والجزء التاني ان هو يخبيهم في ظله. وفي ميزة كمان، طالما ان سونج زاد في مستواه الجيش بتاعه بيزيد هو كمان. وسونج قال انا ممكن استخرج ظل لاي شخص ميت. طب تعالى لما اروح لاغرس، بس لقى ان طاقة الاستدعاء عنده مش مكفية، فرجع بعض الفرسان وبدأ يستدعي اغرس. بس طاقة اغرس كانت اكبر منه بكتير، وحاول اول مرة وتاني مرة بس فشل، وما تبقاش غير محاولة واحدة. بس راح لاغرس وقال له انت هتنيك تحمل العرش لحد امتى؟ فارس زيك لازم يرفع سيفه ويحارب، والا مش هيكون لي لازمة. تعالى معايا وانا هخليك تحارب لحد ما تشبع. وقال له قيام، وطاقة اغرس ملت المكان. وسونج فرح ساعتها عشان دلوقتي معاه فارس من الرتبة الاولى او اقوى كمان. وهنا اغرس راح لسونج وركع قدامه، والجيش كله ركع كمان، ويا لها من نهاية. وهنا الموسم الاول بيخلص يا صديقي، وانا بوعدك ان الموسم الثاني هيكون احسن واعظم من كده. استنونا، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد، واشترك في القناة واعمل لايك لو الفيديو عجبك. ولو عاوز اي انمي الخصه اكتب في التعليقات، ويلا سلام.